الو. الو، سلام عليكم. وعليكم السلام. حابه تقولي اسمك؟ اتفضلي. بصي، بلاش اسم. مفيش مشكله، المكالمه مذاعه على الهواء، موافقه بالاذاعه؟ اه، تمام، مفيش مشكلة. قولي لي يا حبيبتي، مشكلتك ايه؟ بصي، هو كل الحكاية مبدئيا الأول أنا عايزة أشكرك وأقولك إن أنا متابعينك من زمان جدا، من 2019 تقريبا. ربنا يخليك يا رب. وعايزة أقولك ربنا يوفقك، يا رب. ودايما تفضلي في تقدم كده يا رب. اللهم امين يا رب، تسلمي، شكرا آه، جزيلا. بصي، انا مشكلتي انه انا ليا ظروف خاصة. انا اصلا عضو هيئة تدريس بالجامعة. ما شاء الله. آه، وكفيفة. يا حبيبتي. تزوجت من حوالي 10 سنين. يعني حضرتك دكتوره؟ عشان بس اه. نديكي حقك يعني. أو لا لا ايوه. خالص. ربنا يزيدك يا رب، لا دي حاجه تشرف ونفتخر يعني، ربنا يبارك فيكي. الفكرة انه انا اتزوجت زي ما بقولك كده من حوالي 10 سنين. امم. آه، فضلت مع زوجي لحد نص شهر يعني 6/2020. امم. أو يعني كانت في خلافات كبيرة جدا. هو كان شخص عادي بيشوف مفيش مشاكل. اه. تمام. عشت معاه ومع والدته سنين، لأنه يعني كانت مسنة، وما قدرتش إن أنا أقول له سيبها، وكانت كمان مريضة يعني. طب انا عايزه ف اسال سؤال، هو متزوج يعني حضرتك كفيفه من ساعه منذ الولاده، ولا ده حصل مثلا نتيجه لا حادثه؟ لا، منذ الولادة، لا لا، اه. منذ يعني الولادة. هو كان عارف ده وهو بيتزوجك وكان قابل ده؟ اه اه، لا عادي، ما كانش فيه مشكلة، جميل. واصلا كان طول الوقت بيعاملني على اني شخص عادي يعني. ما الحقيقة ما عمروش اتعامل معايا على ان حد كفيف او ان حد انا مش شايفاه او الكلام امم. ده. امم. الفكرة انه المشاكل كانت بتزيد. كان الموضوع بيوصل لتطاول، لمد ايد، لإهانة كان كتير. بيمد ايده عليكي؟ اه كتير جدا رغم انه جدا. عارف ظروفك اكيد. انا طبعا انا مش قصدي شيء، حضرتك ما شاء الله عليكي، ربنا لا يزيدك. لا لا، انا معاكي، ما فيش ولكن مشكلة. بصي، لكن خدي اكيد، راحتك يعني. يعني قصدي اقول ان كده بيفقدك الامان، لان اكيد انت مش شايفة هو بيعمل ايه. اه، بصي، ما هي دي كانت النقطة بقى يا مروة. اسمحي لي اقول لك يا مروة، اتفضل، انتي اختي طبعا طبعا. طبعا اتفضلي. بصي، فكرة انه انا ابقى قاعدة مش شايفة انت بتعمل ايه، او انت هتجيلي في وسط الخناقة من اي ناحية، فبالتالي انا ببادر بفعل قبل الدفاع عن رد قد. النفس قبل ما اه، تعرفي هو هيعمل ايه. بالظبط. اه. بالظبط. اه. بصي، انا حد صريح لدرجة، مش هقولك البجاحة، بس انا حد ما بعرفش ان انا اللف اعتبر والدوران. الشخص. لا، وما احبش اعتبر الشخص اللي قصادي ديكور. لا، امم. انت راجل يبقى انت راجل. ما عنديش حاجة ان انا حاجة تكميلية في الحياة، لا، مفيش الكلام ده. المهم، والدته توفت. والحقيقة أنا يعني حزنت عليها جدا، ويمكن مؤثرة فيا لحد النهاردة. آم، فبصي، اسمحي لي ان انا طبعا بس يعني اطلب منك ومن كل اللي هيسمعونا يدعوا لها، لان يا الثانويه بتاعتها حبيبتي، قربت. ربنا يرحمها يا رب. ربنا يرحمها. آه، بصي يعني، المهم ان انا قعدت فترة كان لازم اخد قرار بقى ان انا انفصل. لان الموضوع كان زيت يعني انا نفسيا كنت خلاص بقى ما عنديش موضوع طاقة. انه يضربك ويتطاول عليكي زاد. اه. وبعدين عارفة، ما كانش بيبقى على قد البيت بس يا مروة، كان بيبقى ممكن في الشارع.
اه اه. يعني هو يعني شخص عصبي للدرجة دي، ما عندوش اي سيطرة على انفعالاته؟ بصي، كانت كل اسلوبه انتي بتستفزيني وانا ما بقدرش اتحكم في اعصابي. مم. طيب افرض انت ما بتقدرش تتحكم في اعصابي تموتني مثلا. مم. مم. فطبعا كمان قرار الانفصال كان صعب لانه في طفلة. مم. آه، ومن يوم ما تزوجتوا هو بالأخلاق دي ولا هو ساء مع الوقت؟ لا 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 لا، بصي، هو كان بيجي عليا كتير الحقيقة مم. عشان خاطر والدته. مم. آه، رغم بس اللي انا شايفاه ان انت بتحبي يعني كنت بتحبي الست دي قوي. جدا، وما زلت انا. بصي يا مروة، الست دي انا مغسلاها ومكفناها بايديا. مم. يعني انا تعبت بعد وفاتها يمكن اكتر من اي حد. يا حبيبتي. ف يعني عارفة، وقعدت بعد وفاتها سنة مش قادرة اخد خطوة الانفصال بسبب ان انا ما سيبوش لوحده مم. لاجلها هي، مش عشان حاجة تانية. احتراما لحزنه ممكن في الفترة دي. اه ف بس كل بني ادم بيجي عند نقطة معينة ويقول ستوب. يعني مم. انا مش هعيش رهينة طول العمر يعني. يعني انت سبتيه بسبب مد ايده عليكي؟ اه كتير بقى، واهانات كتير، وبعدين ابتدى يا مروة ياخد اتجاه سياسي. مم. وانتي عارفة، يعني انتي ما شاء الله تقريبا هتناقشي دكتوراه قريب يا او رب حاجة زي يا رب يا كده. حبيبتي يا رب. وعارفة فكرة انه احنا كأعضاء هيئة تدريس بالجامعات بيتعمل عننا سيرش جنائي طبعا وما إلى ذلك. طبعا. فلقيته هو بقى بايع الدنيا كلها. عارفة انتي اللي هو آم، خلاص انا ما بقاش عندي حاجة اخاف عليها. مم. فاهمة؟ بمعنى معلش آه، وضحي لي اكتر. بصي، ابتدى يكتب حاجات معارضة سياسية بشكل رهيب. مم. ابتدى مم. يروح له تنبيهات أمنية. وبيعمل ده بصي، عشان ده فكره ولا عشان يأذيكي في شغلك؟ لا لا لا، هو ده فكره. اه اه بعيدا، بصي، هو يعني بعد وفاة والدته مش فارق له حاجة اه. خلاص. هو اللي يحصل يحصل بقى. طب اه وبنوته مش فارقة معاه؟ على فكرة، بصي، هو بيحبها جدا وهي بتحبه جدا امم. جدا. فعايزة أقولك إنه الفكرة كانت هو مستبيع في القصة دي بسبب إنه يعني هو من عيلة تقيلة جدا 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 في البلد. امم. فاللي هو عادي بقى، كان على أنا نفس بعمل اللي أنا مستواك عايزه. الثقافي؟ آه، بصي، هو كان مثقف. امم. بس يعني كنا برضو بنختلف، وده كان مفترق طرق بيني وبينه في فترة من الفترات. امم. امم. آه، كان معارض جدا فكرة انه عارفة، اكمل انا ليه انا كده. انا اكتر حاجة اذياني نفسيا لما قلتيلي ان هو ما كانش مراعي. مهما كان طبعا حضرتك مش يعني ربنا يكملك ويزيدك، مفيش اي حاجة ناقصاكي، ولكن انت ليكي ظروف خاصة، تعامل خاص. ما كانش مراعي انه يطمنك، ده كان بيرهبك وبيخوفك. فدي اكتر آه، حاجة اذياني انا نفسيا من كلامك. فكرة ان انت ما تبقيش حاسة الامان فين، فتبتدي تبادري بالدفاع عن نفسك باي فعل. بالظبط. عارفة الفكرة والله يا مروة، يعني أنا بتكلمك عشان أقول مشكلتي مش عشاني أنا بس.
علشان كل اللي بيسمعوا. الستات وكل اللي بيسمعوا. الفكرة في ايه يا مروة؟ الفكرة في انه انا يعني كست، هو كمان كان رافض فكرة ان انا اكمل ماجستير ودكتوراه ويبقى لي كارير وكل الكلام ده. فانا عايزة اقول لكل ست شغلك امانك، لكن شهادتك انتي امانك. صممتي وكملتي. كملت طبعا. وحطيته قدام الامر الواقع. يعني في اه مدار ال10 سنين خلصتي الماجستير والدكتوراه. اه بالظبط. ما شاء الله عليكي. وعايزة أقولك إنه بفضل الله أنا محققة نجاحات على مستوى الجامعة والمستوى الكارير الأكاديمي بتاعي. يعني بفضل الله يمكن يكون في ناس في سني ما حققتوش. اكيد اكيد طبعا. ففكرة طول الوقت كان عايز يحطني في دايرة البيت وبس وبس. وده طبعا كتير قوي من الرجالة، فكرة ان بيعملوه. مراتي تبقى افضل او احسن، او ممكن تشوف نفسها عليا. يعني كتير للأسف للأسف بيعانوا من هذه الكارثة والنقص. بالظبط. وبعدين يا مروة هقول لك حاجة، يعني أنا واحدة من الناس بتنصح الست لما توصل للمرحلة اللي أنا وصلت لها بالانفصال. أنا بنصحهم بالانفصال لأسباب كتير. لو تاخدي بالك في برنامجك بيقابلك مشاكل كتير جدا يا مروة، إنه اللي خانت جوزها علشان مش مهتم بيها، واللي عملت مظبوط. كذا علشان كذا. للأسف. لا، انتي ليه تمشي في طريق يعني غلط؟ عايزة اقولك بعلو صوتي ويعني بكل المعاني قلتها، مش عايزة تعيشي ومش راضية اتطلقي. في قرآننا الكريم سورة كاملة عن الطلاق. مهما كان آه، صعب، بس افضل من حلول كتير قوي ممكن يلجؤوا لها ستات ويعملوا حاجات مش كويسة. بالظبط. وبعدين المشكلة مش على الست بس، المشكلة على الست وعلى أهلها. إنه هي أنا لما أقول أي وعندي مشكلة ما تقوليش ارجعي لمجرد إن الناس هتاكل وشي. صح. تعالى شوفني أنا سليم ولا مش سليم، أنا صحتي النفسية عاملة إيه، أنا عايشة إزاي، ولادي متضررين ولا مش متضررين. شوفني أنا كياني اللي المفروض يكون مبني سوي عشان ولادي، ما تفرضش عليا عيشة في النهاية. أنت بسببك رقم واحد أنا هروح أخون وهروح أمشي في طريق مش كويس. مع يعني احترامي طبعا الأهل لكلامك ومع رفضي وما بشوفش ان أهو. في مبرر للخيانة. لا، هو ما فيش مبرر، انا معاكي، بس انا بقولك انه ده سبب، ايوه سبب من طبعا. ضمن الاسباب. عدم الامان بيولد جوه النفوس اللي ايمانها ضعيف صح. طرق مش كويسة. صح. وعايزة أقولك إنه يعني دي نقطة أنا كنت حابة أشاركها معاكي. يمكن بعد تجربة دامت لسنين طويلة من العذاب ما خدتش قرار الانفصال بسهولة. أنا قعدت ايه 3 ايه سنين. القشة التي قسمت ظهر البعير؟ إيه الحاجة اللي خلتك تقولي هتطلق يعني هطلق؟ آم، بصي، اتفقنا على ميعاد للانفصال. امم. وبصي لأنه ما بيكبرش لحد، فما حبيتش احط اهلي في ان الموضوع. هم يكونوا محور اهانة، امم. لان هم يعني هو كان عنده جزمتهم. استعداد يهين اهلك. وحصلت قبل كده، امم. اهله واهلي، امم. يعني مش اهلي بس يعني. لكن كان فالم ممكن في خناقة يقولك كلام يوجع، او يقولك يا انا نهار احمدي ربنا ان انا ابيض. تزوجتك، احمدي ربنا ان يا انا رضيت. مروة، ده مرة يا مروة أنا نايمة الساعة 1:30 بالليل. أنا كان حد نصب عليا في فلوس،
مم. فكنت اتصلت بيه وسجلت له مكالمات عشان أهدده بيها، مم. وخدت المكالمات من موبايلي حطيتها على اللابتوب، مم. فسمع المكالمات دي، والمكالمات كانت عادية جدا. لقيته داخل عليا الساعة 1:30 بالليل بيشدني من السرير على ظهري على الأرض، في دماغي في الأرض يا مروة. مم. إيه انتي خاينة؟ قلت له طب اي دليل خيانتي؟ هو انا لو خاينة هسيب الحاجات دي على على اللابتوب اللابتوب. بتاعي؟ مم. عيني عينك كده، انت مم. بتتكلم ازاي؟ لا، والخيانة واضحة، يعني الخيانة يعني واحدة بتقول لواحد أنا بحبك، أنا وحشتني. بالظبط. متهيألي ده كلام ما كانش في المكالمة. اه، وبصي، وعايزة اقولك ان المكالمات دي كانت عدت عليها سنة. مم. 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 فالفكرة انه يعني انا دلوقتي الحمد لله، عايزة اقولك انه يعني خليني اقول اللي ليا واللي عليا. مم. يمكن احنا كمان بعد الانفصال علاقتنا كويسة جدا عشان ببعض. بنتكم طبعا. جدا، عايزة مم. اقولك ان انا بيحترمني جدا، مم. بحترمه جدا. بنته بيشوفها بيجي وقت ما يحب، ما عندناش فكرة ميعاد ومش ميعاد، مم. هي مم. محتاجة حاجة بيعملها لها. والحمد لله ما وصلناش لمحاكم ولا قضايا. لا لا لا، ده أنا قعدت 3 سنين يا مروة بحارب عشان ما وصلش لنقطة المحاكم دي. ثلاث الحمد سنين لله، الحمد لله. والنقطة المهمة اللي أنا كمان عايزة أخد رأيك فيها بقى، اللي اتفضلي، أنا بعاني منها في الفترة الحالية. اتفضلي، اتفضلي. يعني أنا ليا زميل يعني مم. فاتحني فكرة ارتباط مم. رسمي مم. وإلى ذلك، وهو نفس ظروفي. مم. هو نفس أصغر ظروفك، مني. مطلق؟ لا لا لا، هو كفيف، اه. مش متزوج قبل كده. مم. و آه، عايزة أقولك إنه شاريني من الأرض للسماء. مم. بس الفكرة عندي يا مروة إنه من ريف، وإنتي عارفة فكر الريف بيبقى عامل إزاي. مم. وانتي هتروحي تعيشي معاه ولا هو هيبقى لا موجود؟ لا، هو ليه شقته في القاهرة. مم. ولكن إنتي عارفة طبعا التقاليد والعادات. مم. حاسة ان هيبقى في اختلاف في آم، الثقافات لا والطباع. بالعكس، احنا ثقافيا متفقين جدا مم. جدا، يعني يمكن بيفهمني اصلا من قبل ما انطق الحاجة. طب حلو جدا. وحد الدعم يعني سبورت قوي جدا امال الخوف الحقيقة. فين؟ الخوف من ناحية الأهل يا مروة. رغم إن هو باباه متعلم مهندس محترم جدا، مم. مم. بس بصي دايما التقاليد أو الأعراف بتجرس حواجز كده. يعني فكرة انك مطلقة وعندك بنت. فكرة إن مطلقة وعندي بنت وكمان كفيفة، وكمان أنا ما انتي أكبر قلتي منه لي هو نفس بسنتين. ظروفك. بالظبط. تمام، فالنقطة دي نحطها جانبا، لانك اه انسب واحدة ليه وهو انسب واحد ليكي في النقطة دي. فكرة انك متزوجة وعندك بنت ده مش ديفو عندك يخلي حد يتكلم، ولازم انت تبقي مقتنعة بده. لا، اوعي. أنا داخليا مقتنعة هو ما عندوش مشكلة يا خ... مروة. يبقى يعني انت عارفة. حكمتي ازاي؟ يعني بناء على ايه أم، خفتي؟ بصي شفت قصص لزملاء في أماكن مختلفة وأبعاد كتير مختلفة، والنهاية يا مروة حصلت مشاكل وحصل انفصالات وأنا يعني بصي، أنا حد لما بيحب قوي بيخلص قوي وبيبقى وجعه قوي قوي. مم. يعني بس يعني ليه مش حاسة ان ممكن يكون ده العوض؟ انا عايزاكي تاخدي آه بالاسباب. بس عايزه اقولك حاجه، في مثل مشهور، خليني اتكلم معاكي قوي من قلبي. في مثل مشهور كده دايما بنقوله، اللي اتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي. مع ان احنا عارفين ومتاكدين ان الزبادي ما بيلسعش.
فده مشكلة ناس كتير قوي، من كتر ما مروا بتجارب سيئة بيخافوا من كل اللي جاي، بيخافوا من كل اللي داخلين عليه. بالنسبة لهم أي شيء داخلين عليه أكيد هيبقى فيه مشكلة، لكن مش بالضرورة. انت فاهماني لا يا بصي، دكتور؟ هو مش بالضرورة، أنا معاكي عارفة. بصي يا مروة، مش بالضرورة لسبب يعني قوي جدا. عايزة أقولك إن هو يعني فضل